هاي يا حلوين، النهاردة الجزء التاني من أعمال يدوية للشتا. الفكرة الأولى هنجيب خيط الخيش وهنبدأ إننا نقص منه أجزاء طويلة قد بعض، بس هنقصها من طرف واحد والطرف التاني هنخليه لازق في بعضه. وفي الخطوة التانية هنجيب عود خشبي وهنبدأ إننا نصنفر الأطراف بتاعته زي كده عشان تبقى مدببة. وهنجيب بقى الخيوط بتاعتنا اللي قصناها من طرف واحد، هنمسكها من الطرف اللي لازق في بعضه من فوق ونحطها فوق العود الخشبي، وبعدين نتنيها من تحتيه كده، وهنسحب بقية الخيط من الفتحة دي وهنبدأ نشده على الآخر، وبعدين هنجيب خيط تاني ونعمل فيه نفس الخطوات بالظبط عشان يكون معانا خيطين جنب بعض. وهنا بوريكم ان على العود الخشبي معانا كل خيطين جنب بعض، عشان كده لازم الخيوط اللي هنعملها تكون عدد زوجي، حتى لو كانت عدد قليل او كبير بس لازم تكون زوجي. هنبدأ بقى ناخد كل خيطين جنب بعض، هيكون نازل منهم 4 خيوط. هنمسك 2 في النص، واحد في اليمين واحد في الشمال. هناخد الخيط اللي على الشمال ونطلعه فوق الخيوط كلها زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هناخد الخيط اللي على اليمين ونطلعه فوق الخيط اللي على الشمال. بعد كده هنمسك الخيط اليمين ده وهنرجعه من ورا، هننزله تحتيهم كلهم من ورا كده، وهنطلعه من الفتحة اللي في الشمال. وبعد كده هنشد الخيوط كلها فهيتكون معانا اول عقدة. وبعد كده هناخد بقى الخيط اليمين ونحطه فوق الخيوط كلها ونطلع الشمال فوق اليمين، وبعدين نمسك اللي في الشمال وننزله من تحت ونعديه من وراهم كلهم، وبعدين نخرجه من الفتحة اليمين ونبدأ نشد الخيوط كلها للآخر. كده اتكونت معانا عقدة كاملة، واللي عملناه في الخطوة الأولى هو اللي عملناه في الخطوة التانية بس بالعكس. وانا عملت كده في باقي الخيوط، بين كل 2 عملت عقدة كاملة. هندخل بقى على الخطوة اللي بعدها، وهي اننا هناخد اول خيطين على الطرف ونشيلهم على جنب، وناخد الخيطين اللي بعدهم والخيطين اللي بعدهم كمان، هيتكون معانا كده 4 خيوط. هنبدأ بقى نعمل كمان عقدة فيهم نفس الخطوات اللي عملناها في العقدة اللي قبلها. هنجيب الشمال فوقيهم واليمين فوق الشمال واليمين من وراهم، ونشد الخيوط كلها. وبعد كده هنجيب اليمين فوق الشمال والشمال فوق اليمين والشمال من وراهم، ونبدأ برضو نشد الخيوط كلها، وكده هيتكون معانا العقدة بين ال4 خيوط دول. هناخد كمان نفس الخيطين من على الطرف الشمال وناخد ال4 اللي بعدهم ونعمل بقية الصف كله عقد. وكده بعد ما عملنا عقد بين كل 4 خيوط لحد ما كملنا كل الصف، هنيجي في الخطوة اللي بعدها هنشيل 4 من الطرف وهنشيلهم على جنب، ونبدأ ناخد ال4 اللي بعدهم، وكذلك من الناحية الشمال برضو هنشيل 4 ونشيلهم على جنب ونبدأ ناخد ال4 اللي جنبهم، وناخد كل 4 في النص برضو نكون بينهم عقدة لحد ما نخلص الصف. الخطوة اللي بعدها هبدأ اني اشيل 6 خيوط على الطرف، وبكده نفهم اننا في كل صف بنزود 2 على الخيوط اللي بنشيلهم على الطرف، ونبدأ نعمل عقد بين اللي في النص. ونكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نخلص اخر 4 خيوط، وكده هيتكون معانا مثلث. الخطوة اللي بعدها هناخد اول خيط على الطرف، وده هيكون الخيط الاساسي بتاعنا، هنثبته بين صوابعنا كده، وناخد الخيط اللي بعده ونعديه من تحت الاساسي ونعديه من فوق الاساسي
وبعدين ندخله في الفتحة زي كده ونشده للآخر، هيتكون معانا عقدة صغيرة. هنكرر نفس الخطوات بالظبط مع نفس الخيط مرة كمان. وبعد كده هناخد الخيط اللي بعده وهنعديه من تحت الخيط الأساسي ومن فوق الخيط الأساسي، وبعدين ندخله في الفتحة اللي بينهم، وهنعمل كده مع كل خيط مرتين لحد ما نوصل لسن المثلث. وبعد كده هنكرر نفس الخطوات في الناحية التانية، بس بالعكس، هنخلي الخيط الأساسي في ايدينا الشمال وناخد الخيوط بايدينا اليمين ونلفها عليه مرتين، بس نكون حذرين ان ايدينا اللي فيها الخيط الأساسي تكون متجهة اتجاه السن بتاع المثلث عشان الخيوط بتاعتنا تيجي مظبوطة. وكده بعد ما كملناها لآخر الصف هبدأ بقى أشد الخيوط كويس علشان تتشد معانا وتتفرد ويبقى شكلها مظبوط أكتر. هيتكون معانا في الآخر خيطين كده وبينهم فتحة، هناخد أي خيط فيهم مش هيفرق أني، بس المهم إن الواحد فيهم هيكون أساسي والتاني هيكون هو اللي هيلف عليه، وهنبدأ برضو إننا نلفه مرتين، وكده هيتكون معانا العقدة الأخيرة. بعد كده اننا هنلفها على ظهرها وهنبدأ نعمل نفس الخطوات باننا ناخد عقد ورا بعضيها لحد ما نوصل لاخر الصف، وهنعمل كده في الجنبين. ونعمل برضو العقدة الأخيرة وبعدين نلفها على وشها تاني ونكرر نفس العملية. لو وصلتوا معايا للدقيقة دي ابعتوا الفيديو لصديقكم المفضل وخلوه يشوف الفيديو للدقيقة دي عشان يعرف انه صديقكم المفضل. وبعدين هنبدأ نشدها برضو علشان نفردها كويس، وبعدين نعدل الخيوط نخليها مظبوطة جنب بعض ونكويها ونيجي. بعد ما كوناها كده بقت شكلها منظم اكتر، بس لازم نسويها من تحت، فاخدت مقاس مناسب ليها وابتديت اني اقصها، وده بقى شكلها بعد ما خلصت. دلوقتي بس باقي خطوة أخيرة وهي إننا هنربط خيط بين العقدتين اللي فوق من الجهتين علشان نعلقها منها، وكده بقت جاهزة المكرمية الجميلة بتاعتنا. عملناها من خيط الخيش عشان تكون لايقة مع ثيم الشتا، بس تقدروا تستخدموا أي نوع خيط متوفر عندكم. وفي الفكرة التانية هنعمل اعادة تدوير للبرطمان. انا عملتها بس الكاميرا ما كانتش بتصور، فهشرح لكم تاني انا عملت ايه. هنجيب البرطمان بتاعنا ونجيب خيط الخيش وناخد المقاس بتاعه من فوق، وبعدين هنفرده قدامنا ونبدأ نجيب خيوط قد بعض برضو مقصوصة من ناحية والنص التاني لازق في بعضه، وهنعمل عقد زي اللي عملناها في بداية المكرمية، اننا هنربطها في الخيط من فوق عشان نثبتها وبس. هنعمل كده بعدد اللي احنا عايزينه، بس الافضل انكم تقللوا العدد عشان يكون شكل الورود اكبر. وما تنسوش انه لازم يكون عدد زوجي، ولازم تكون الخيوط اطول من البرطمان بكتير. فبعد كده هنجيب الخيط ده ونلفه على البرطمان ونربطه كويس قوي، بس انا ربطته اي كلام دلوقتي عشان هفكه تاني. وبعدين هناخد كل خيطين جنب بعض ونبدأ نعمل بيهم عقدة زي اللي عملناها برضو في المكرمية، بس الفرق هنا اننا بعد ما نربط العقدة مش هنشدها للآخر، هنشدها لحتة صغيرة بس كده ونسيبها مفرودة، وبعدين هنعمل بقية العقدة برضو علشان نثبتها في مكانها.
وزي ما عملنا في المكرمية برضو هنكمل كل خيطين مع بعض لحد ما نكمل الصف الاولاني كله عقد. وبعد كده هنفترض مثلا ان انا عملت في عقدة تانية جنبها، هاخد بقى الاتنين اللي من العقدة دي مع الاتنين اللي من العقدة اللي جنبها وابدأ اعملهم عقدة برضو زي ما كنا بنعمل في المكرمية. وهنكمل كده صف كمان وصف بعده وصف بعده لحد ما نخلص لاخر البرطمان او لحد ما الخيط يخلص زي ما حصل معايا كده. الخيط ما كملش معايا للاخر، فانا دلوقتي هبدأ اني الزقه من تحت بالشمع. ابتديت برضو اني اجيب كل اتنين من عقدة جنب اتنين من العقدة اللي جنبها والزقهم مع بعض من تحت كأني بعملهم في عقدة تانية برضو، بس الفرق ان انا هلزقهم بالشمع وهينزلوا بالطول كده بدل ما يكونوا بالشكل الوردة اللي يعملينه من فوق. وكده بعد ما لزقتهم كلهم بس عشان الشمع مش ماسك كويس على الازاز هبدأ اني اعمل طبقة شمع كبيرة في الارضية علشان يمسكوا على الاخر. وكده بعد ما خلصنا العمل اليدوي بتاعنا انا بس لفيت شريط من الواشي تيب الذهبي من فوق علشان يديله ثيم احلى للشتا ويكون شكله اشيك كمان. وده شكل الشمع بعد ما نشف في الارضية، ودلوقتي بقت جاهزة اننا نحط فيها الشمعة الصناعية بتاعتنا او الطبيعية زي ما تحبوا. وده شكلها النهائي. وللفكرة اللي بعد كده هنجيب بقايا الخيوط اللي قصيناها من المكرمية وهنعمل لها اعادة تدوير. هنجيب اطول خيط فيهم وهنتني طرفه من فوق بس كده، وبعدين هنجيب الخيوط التانية الصغيرة ونبدأ نتنيهم بالنص ونعمل العقدة الأساسية اللي كنا بنعملها في أول المكرمية خالص. هنعمل واحدة يمين وواحدة شمال ونشدهم كويس قوي ونكمل كده لآخر الخيط. وده كده بعد ما عملناهم كلهم هنبدأ بقى ناخد كل خيط ونفكه من بعضه. هي بتكون عبارة عن خيوط ملفوفة على بعضها كده زي الحبل، فهنفكهم عن بعض علشان نخليها فلافي اكتر مما نسرحها. وده كده شكلها بعد ما سرحناها. ممكن كمان تكوها عشان تفردوها اكتر بس انا مش هعمل ده، فهنجيب بقى المقص في الخطوة اللي بعدها ونبدأ نساوي اطرافها بشكل مثلث. عشان تطلع معانا بشكل ريشة هنبدأ كمان من تحت نقصها بتدويرة. وكده بعد ما خلصنا بقى معانا فاصل كتب بثيم شتوي كمان. وبكده بقى عندنا ديكور شتوي لغرفتنا بأبسط الأشياء. ما تنسوش لو طبقتوا حاجة من اللي عملناها في الفيديو ده وفي الجزء الأول من أعمال يدوية للشتاء تنزلوها على جروب الفيس أبدع مع شهد. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكتبولي في التعليقات عاوزيني اعمل اعمال يدوية لايه تاني، واستنوا فيديو الامتنان قريب، ويلا باي.